شوف كيف يمشي شوف اتقوا الله يا اخي عشان اعرج يا اخي خاف الله يا اخي. شوف نتكلم يا اخوي. وش مسوي فيها مطوع يا اخوي؟ رب دقنا اول شيء بعدين تعال تتكلم. لا تسوي لي فيها مطوع ولو يا اخي. يا رجال اسكت يا اخي الله يرضى عليك. رب دقن وقصر ثوابك بعدين تعال تتكلم. لا تسوي فيها فهم على راسي يا اخوي. مسوي لي فهم على راسي يا اخوان صلوا على رسول الله. اللهم صل. هذول يطقطقون على واحد اعرج كان يمشي. جيت نصحتهم يقولون عشان ما معك دقن وعلشان ما ادري وشو وما ادري ايش الديكور يعني لازم الواحد اللي ما معه دقن تمام ما ينصح الا بيض الله وجهك الدنيا واخره. اسال الله ان يحرم وجهك على النار. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال اذا انت مطوع ورايت منكر فغيره. ليس بالضروري ان الانسان لابد انه يكون مربي لحيه ومقصر ثوبه علشان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا الله يجزاه خير، يعني احب لك المصلحه فنصحك. ولهذا في الحديث كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول لعبده اما رايت المنكر لماذا لم تنكر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المساله الثانيه بالنسبه انت دخلت في غيبه رجل، والغيبه اذا كان ادنى الربا درهم من الربا كان تنكح امك تحت ستار الكعبه، كان تزني بامك. واربى الربا اعلاها الغيبه. فأنت الآن دخلت في غيبة. الشيء الثاني يا أخي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود وهو كان يقطع مسواك للنبي صلى الله عليه وسلم أراك، فضحكوا الصحابة من دقة ساقيه. قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنها أثقل عند الله من جبل أحد. وهذا رايح للمسجد وأنت جالس هنا، يعني هنيئا له وفعل خير الآن. فالله يا اخوان واجب علينا كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه كما قال بعض اهل العلم، واجب علينا صاحب المنكر وهو مع صاحب منكر كل واحد منهم ينكر على الاخر، وواجب ان يرتدعون كلهم، لاننا من امه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولن نكون من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا اذا امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. الله يسعدنا وياكم يا اخواني. اول شيء غض النظر عن انه اعرج ولا غير اعرج، أنت في كامل قواك الآن، في كامل قواك الصحية. الله خذ منا قدمه يعرج بها ما يمشي زين، فأنت تمشي بقدميك وهو رايح المسجد هو يعرج، وأنت جالس ما راح تصلي وتضحك وتستهبل. الله أعطاك البصر غيرك محروم كفيف، الله أعطاك اليدين غيرك ما يقدر يقلب المصحف. احنا نستهزئ. فيا إخواني لابد أن الواحد يرجع ويرجع حساباته مع من؟ مع الله اللي أنعم عليك. نعم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ايش ما شاء ركبك. الله أحسن صورة. إذا شفت أحد أعرج اللهم ايش عافني مما ابتليت. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه. والله يا إخواني أبشروا بالخير. الله يسعدنا وياكم دنيا واخرة وييسر أمركم ويرزقكم الفردوس الأعلى. الله يجزاك الله خير. استغفر الله العظيم. إن شاء الله أنه سامحني يا رب أنه يسامحني. بيض الله وجهك يا بعد. الله يسعدنا وياكم. احنا حبينا نوصل لكم رساله يا اخواني واخواتي الغالين. هذا مشهد بسيط، كثير من شبابنا وبناتنا من شاف احد مبتلى بمرض يستهزئ فيه. اسال الله عز وجل من نشر هذا المقطع، اسال الله عز وجل ان ينفع به ونجعل هذا المقطع حجه لا ليس عليه. الله يسعدنا وياكم يا غالي. انشر الخير لمن؟ للغير تكفى. الله يسعدنا وياك.